اسرع واسهل كيكه اقتصاديه طعمه جدا ممكن تعمليها. معايا المكونات هنا: 2 بيكنج باودر، كيسان 2 اللي انت شايفاهم دولت، وست باكت فانيليا زي انت شايفاه ده، ومعايا 6 بيضات. استخدمت 6 قصاد ال6 بيضات، 6 من الفانيليا قصاد ال6 بيضات عشان الزفاره دي ما فيهاش اي زفاره نهائي. معايا هنا ال6 بيضات حطيتهم اهوت في الطبق اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت عليهم الست باكت فانيليا، وهحط هنا 3 كوبايات من السكر. المج اللي انا اخدت بيه الدقيق هو المج اللي انا اخدت بيه السكر، وهحط هنا 1.5 كوبايه من الزيت بنفس المج اللي انتوا شايفينه ده. اي مج عندك عامه، او كوبايه العصير الكبيره، نفس الكوبايه اللي تاخدي بقى معيار الدقيق، نفس الكوبايه اللي تاخدي بيها المقدار التاني. دلوقتي هنا البيض مع الفانيليا مع السكر مع الزيت، وهبدا هنا ان انا اضربهم بالمضرب الكهربائي، ولو خلاط كمان يكون احسن، لحد ما انت شايفاه معايا خلاص السكر اختفى خالص وبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنا بقى هضيف 3 مجات من اللبن، وهبدا ان انا اضربهم كده زي ما انت شايفه معايا. وعلى فكره الاحلى والاحلى كمان لو كان خلاط يدوي، بس المضرب ده لزوم الشغل. هنا بقى واحد اللهم صل على النبي، واحد فروتي برتقال بيدي نكهه وطعم حلو قوي. هنا بقى معايا الدقيق، حطيت عليه كيسين الاتنين البيكنج باودر، وحطيت كمان من المكونات اللي انتوا شايفينها معايا، المكونات السائله اللي انا ضربتها دي، حطيت ذره ملح صغيره بالمعلقه الصغيره اللي انتوا شفتوها معايا. هنا بقى بدات ان انا احط الدقيق على 3 مراحل، ما حطيتهوش مره واحده. هتسالوا ليه بعمله بالمضرب؟ انا عامله المضرب على السرعه البطيئه، وبلفه في اتجاه واحد، وفي اقل سرعه في المضرب انا بقلب بيها الخليط. دلوقتي بقى جاهز معايا زي ما انت شايفه كده. معايا القوالب دي دهناها بالزيت ورشاها بالدقيق عشان الكيكه ما تلزقش مني في الوقت اللي انا بفضي فيه الكيكه في قلب القوالب والصينيه الالومنيوم. انا مولعه الفرن، مولعاه من فوق ومن تحت، وعند ما احط الكيكه بتاعتي هطفي الشوايه من فوق، وهسيب الفرن شغال من تحت بس على درجه حراره متوسطه، وهقفل الفرن تماما لحد ما الكيكه يعدي عليها زي تلت ساعه، وبعدين هبص عليها اشوفها ايه الاخبار، لان الفرن بتاعنا النار بتاعته حاميه. هتشوفوني دلوقتي هحط القوالب دي كمان على صينيه الومنيوم، عشان لما بحطها منها للفرن الكيكه بتاعتي بتتلسع من تحت، لان القوالب دي رقيقه شويه، فبحطها على صينيه الومنيوم. دلوقتي بقت جاهزه معايا اهيت، ودلوقتي انا طلعتها من الفرن، فاضل القالب ده لسه. ودلوقتي الكيكه طلعت معانا اهيت من الفرن زي ما انتم شايفين، لونها حلو جدا. بعد ما خدت لون حلو من تحت من الجناب كده، اما الاقيها خدت لون جميل تعرفي ان هي خدت لون حلو من تحت. وبعدين طفيت من تحت وعليت الشوايه عشان تاخد اللون الجميل ده. وقبل ما اطلعها من الفرن بختبرها بالسكينه، لو طلعت فاضيه ما فيهاش اي عجين زي ما انتم شايفين كده يبقى كده تمام، لو طلعت فيها عجين تبقى هي الكيكه بتاعتنا لسه ما استوتش. بس انا طلعتها من الفرن ودلوقتي بجربها قدامكم، بس عشان انا ما جربتهاش عند الفرن لان انا عارفه سواها كويس جدا، مش اول مره اعملها. وعملت معاها هنا كوبايه الشاي بلبن الجميل اللي انتوا شايفينها دي، ممكن تعملي معاها كوبايه شاي اللي تحبيه. هنا بعد ما قلبتها شايفين هو ده بقى لونها من تحت، وبعدين هقلبها تاني وعشان اقطعها، وشايفين عامله زي النايت بالظبط، اسفنجيه وخفيفه، والاحلى واحلى ان هي اقتصاديه، تقدري تهدي منها جيرانك واصحابك وحبايبك، يعني بابسط حاجه هتعمل معاكي كميه وفيره وهتعجب ولادك. وانصحك كمان تعملي في القوالب دي تغيير وتجديد عن الصواني الالومنيوم، يعني عامه عن اي صواني. القوالب دي بتدي اشكال حلوه زي ما انت شايفه كده، حلوه لو عندك ضيف تقدميها شكلها، تحطيها لولادك في اللانش بوكس كنوع حاجه حلوه كده انت عاملاه في البيت، برضو هتبقى حلوه جدا. شايفين جميله والله، الكل كان مبهور بيها برغم ان هي بسيطه وسهله ومش مكلفه ابدا. انصحكم تجربوها. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتكتبوا كومنت حلو يفرحني ويشجعني ان انا ان شاء الله اقدم لكم الاحسن والاحسن. استنوني بقى ان شاء الله فيديوهات حلوه كتير.